السلام عليكم. من اكتر الحاجات اللي بتجنني ان الناس بتسألني اسئلة. يعني انا وجهة نظري ان انا متكلم عليها مرة واتنين وتلاتة ومش انا لوحدي. ناس كتير قوي اتكلمت عن الموضوع ده. طيب موضوع ايه؟ موضوع انك انت بتروح التجنيد من غير، يعني من غير اشعة. اول حاجة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتعمل لايك عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب اللي انا هتكلم عنه هو ايه بقى؟ عشان نتكلم عنه في دقيقتين كده وننجز نفسنا عشان اللي وراه حاجة يعملها. انت بتروح التجنيد من غير اشعه تعمل ايه؟ يعني انت رايح، مش معنى كده ان انا بقول لك اعمل اشعه، لا. بس انا عايز افهم انت رايح التجنيد من غير اشعه تعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك مثلا وليكن رباط صليبي. انت رايح من غير انت رايح، انت عارف ان عندك رباط صليبي وعندك اشعه في البيت، سايبها ورايح التجنيد تعمل ايه؟ يعني انا عايز بس افهمك دور الاشعه الاول. هي الاشعه مهمه في ان هي بتثبت حالتك. طب الاشعه مهمه انها بتثبت حالتك طبعا. طب هي بتجيب لي اعفاء؟ لا. مش فاهم. يعني هي الأشعة بتثبت حالتك طبعا، إنما الأشعة ما بتجيبلكش إعفاء. إزاي؟ الأشعة لما أنت بتوريها للطبيب المختص لما بتتعرض عليه بيقول لك وريني كده، إيه ده عنده مرض. بتريحك من الهري. يعني إيه بتريحك من الهري؟ يعني بتريحك من إنك تقعد تتكلم معاه كتير. طيب ايه اللي بيحصل لما بيشوفها ده عنده مشكله، من غير بقى ما يقعد يسالك. هو فهم خلاص انك انت ايه. لو انت قلت له مثلا وليكن انا عندي صليبي، ايه ده، حتى لو هو مش فاهم هيقول لك طب تمام حولوه على العياده المختصه. طيب ايه ده عنده مش عارف ايه، طب حولوه على العياده المختصه. ايه ده، طب عنده ايه، فحولوه على العياده المختصه. فانت مش فاهم قيمه انك انت ايه، انك انت بتروح تاخد الاشعه. انت الناس كتير قالت لك يا عم الاشعه، ما انت بتروح تعمل اشعه جديده. يا حبيب قلبي لا. يا حبيب قلبي ما انت بتروح تعمل اشعه جديده، بس الاشعه بتاعتك مهمه في انها بتثبت ايه؟ في انها بتثبت ان سيادتك راجل مريض، وان سيادتك المرض بتاعك ده مرض، ان المرض بتاعك ده بيستوجب ان انت يتم الكشف عليك او يتم فحصك. فسيادتك ما تستهترش في فكره انك تاخد الاشعه، وما تسمعش من كلام الناس اللي تقول لك يا عم روح من غير اشعه مش هيحصل حاجه. لا، هو ممكن تروح من غير اشعه وتعرف توصف حالتك، بس مش كل الناس هتعرف تعمل كده. خلي عندك، يعني خلي عندك وانت رايح، خلي معاك دايما الاشعه بتاعتك اللي بتثبت حالتك عشان تخلص. ما تاخدش وتدي معاك كتير. كل اللي انت هتقوله له يا دكتور انا مثلا وليكن لا قدر الله عندي رباط صليبي، يا دكتور وليكن انا عندي المشكله الفلانيه، يا دكتور وليكن انا عندي المشكله الفلانيه. اول ما تقول له عندي المشكله الفلانيه وتفضل الاشعه. فالاشعه هنا ليها دور في ان هي بتثبت حالتك، ولكن الاشعه او مش بتثبت حالتك، بتخلي الطبيب المختص يقدر يعرضك، بس في نفس الوقت ما بتخليش ما بتخليش المشكله بتاعتك تبقى واضحه، ولا بتخليك تاخد اعفاء. فحاول تاخد معاك الاشعه وانت رايح. الاشعه ما تسيبهاش في البيت. الاشعه في البيت بتعمل ايه؟ ده في واحد بيقول لي اصل انا معلش اصل هي تقيله ومكسل اخدها. مكسل تاخد ايه؟ يا عم خد واحد من عندك، من الشارع، يجي معاك التجنيد يشيلهم لك. وخد حد يشيلهم معاك وانت ماشي. يا عم شوف اي حد جنبك ويشيلهم لك. مش دي المشكله خلاص، مش دي الحجه. ما بقاش انا هاخد اعفاء، او هيسهل عليا موضوع ان انا اخد اعفاء، وممكن ان انا بسبب الحركه زي دي هو ما يقتنعش وما يحولنيش واخد لائق. لا، طب ما انا الله الغني انا معايا اشعه، اخد معايا الاشعه عشان اقدر اوصف حالتي واقدر اقول لهم ان في مشكله ونقدر نخلص من القصه دي. والموضوع ده سهل ما فيهوش اي مشكله. فانت ما تصعباش على نفسك، لا، سهلها على نفسك. انا رايح عندي مشكله ان شاء الله اخد اعفاء. يعني في متطلبات للاعفاء، من ضمن متطلبات الاعفاء ان انا يبقى معايا ايه؟ ان انا يبقى معايا اشعه. ليه؟ لانها بتثبت حالتي وما بتخليش تحصل ايه، بس بالتوفيق ان شاء الله. وما تنساش تاخد الاشعه بتاعتك وتاخد وان شاء الله تروحوا بدري وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا، سلام عليكم.